خلينا نتخانق الخناقه الجديده، وهي خناقه السماعه الريف من اورايمو. الريف او الريف يعتبر من السماعات الرخيصه نسبيا، او السماعات مش هنقول الفئه المتوسطه، هي فئه شعبيه، لكن السماعه دي فعلا هزمت كل التوقعات. سعر السماعه سعرها بما يعادل حوالي 1100 جنيه، مش عارف ازاي، بس هي ما كانتش نازله بالسعر ده بصراحه، كانت نازله ب 800 جنيه، بس طبعا تغير الاسعار رفع سعر السماعه بما يعادل حوالي 50 او 55 دولار. السماعه يعتبر من اشهر الحاجات اللي بتتقال عليها ان هي اخف سماعه موجوده في السوق، وفعلا جربنا وزن السماعه فعلا ما تحسش بيها. الديزاين بتاعها ممتاز. مشكلتي معاها طبعا في التصميم والديزاين زي ما هو باين في الجنب كده، ان السماعه بتبصم، وانا عندي ازمه نفسيه مع السماعات اللي بتبصم. لكن خلينا نقول ان وزن السماعه حاجه لا تذكر، ما يقرب من حوالي 2.2 جرام. سماعه صغيره جدا في الودن، طبعا مش محتاجه اختبار ثبات لان السماعه ممتازه في الثبات بتاعها، حجمها صغير وشكلها شيك، واللون الاسود بتاعها الميتاليك اللي بيلمع ده تحفه. خلينا نتكلم عن بالنسبه للسعر ده والامكانيات دي. تجربه السماعه مش سيئه بالنسبه للسعر حوالي 1000 جنيه. دلوقتي ال 1000 جنيه بالنسبه لك هي هتجيب لك سماعه في الحدود دي. زي ما انت شايف الانبوكسنج بتاع العلبه وشكلها والحاجات المحتويات اللي جايه مع العلبه، سماعه لطيفه جدا. طيب خلينا نتكلم بقى عن، احنا خلاص اتكلمنا عن التصميم والديزاين، وان فعلا شكلها شياكه، اناقه، الاجه، دي كده خلاص اتفقنا على دي، واتفقنا ان السماعه الحجم بتاعها كويس جدا، بس هي مشكلتها ان هي بتبصم. فيها من تحت كده بتشحن، بتدعم الشحن تايب سي، وبتبين لك كده نوتيفيكيشن ان هي انت بتفتح العلبه او لا. تمام. وده الشحن برده، وفي زرار الريست عشان الناس بتدور على الريست لما السماعه تبدا تهيس معاهم، تستخدم زرار الريست اللي موجود تحت. هو هتلاقيه مطموس كده مع السماعه، مش باين لكن هو موجود. طيب خلينا نتكلم بقى عن الحاجات التك اللي موجوده في السماعه. السماعه اول حاجه هي فيها 2 مايك. خلينا نجرب نعمل مكالمه. بص دلوقتي عمل لي بيرنج، يعني المفروض بالموبايل. طيب خلينا نعمل مكالمه عشان نشوف هل هي فعلا تستحق السعر بتاعها ده ولا لا. يلا بينا. يا جهاد، انا عامل مستر ايه؟ عمرو، الحمد لله. بص انا هجرب معاك بعد اذنك، بس انا هسجل المكالمه، هجرب معاك السماعه الاورايمو الريف. تمام. سامعني كويس؟ بس حاسس ان صوتك بعيد شويه، بس انا سامعك كويس. هو انا بتكلم من السماعه في الشارع، فانا مش سامعك برضو، الصوت مش وحش، بس انت سامعني انا بزعق، انا حاسس ان انا بزعق. صوتك عالي، فيها بس هو انا كام؟ حاسه ايه رايك كده مكتوم. من وجهه نظرك، يعني بانك راجل ريتيل قد الدنيا؟ كم من 10 مثلا، ولا كم قد ايه؟ كم من 10؟ 8 من 10. والله اكرمتها. ماشي يا استاذ، شكرا جدا. اتفضل، مع السلامه. بعد ما سمعنا المكالمه، يقال ان السماعه دي فيها نويز كانسلنج، بس انا ما بقتنعش ان الحاجات الرخيصه دي فيها نويز كانسلنج تكنولوجي. هي بتبقى التب، هم متخنين التب شويه فيديك ايحاء ان هي نويز كانسلنج. انا من وجهه نظري الشخصيه ممكن تبقى غلط، وارد. السماعه بتدعم 2 مايك، فده برضو لحد ما مش سيء بالنسبه لسعرها. اي بي اكس 4 فمضاد لرذاذ الماء او العرق لو انت تتمرن بيها، وبتيجي بلوتوث فيرجن 5. طيب البلوتوث فيرجن 5 ده في السماعه دي بيديني 10 متر رينج ما بين الموبايل وما بين السماعه، فده بالنسبه لي هايل جدا. ايه تاني ممكن يكون مميز في السماعه؟ ان السماعه دي بتقعد بلاينج تايم 4 ساعات ونص. انت متخيل احنا في المراجعات اللي قبل كده لو انت شفتها، الشاومي اللي ب 2400 او الانكر اللي ب 4 وشويه، السماعه دي بتقعد نص الوقت بتاعها وب 1000 جنيه بس. الثانيه ب 4200 والثانيه 200 ل 2400 جنيه، لا ارقام كبيره. السماعه دي بتقعد معاك 4 ساعات ونص بلاينج تايم استخدام. هتقول لي طب انا السماعه بتقعد معايا اقل، برضو خناقه البطاريه بتاعت كل مره على حسب استخدامك. هل انت على طول حاطط سماعه في ودنك على طول بتشغل عليها ميوزك او بتتكلم مكالمات، ولا انت حاططها ستاند باي وبتستخدمها من وقت للتاني فممكن تقعد معاك حوالي الاستخدام الطبيعي يومين؟ انا بالنسبه لي السماعه ما بتقعدش معايا يوم شحن، اي سماعه حتى لو هي بطاريتها كام ملي امبير، لان انا بستخدم مكالمات كتير، فوضع الشخص من وضع للتاني او من استخدام للتاني بيختلف. طبعا لو انت بتستخدمها في العلبه بتاعتها هي لوحدها بتقعد 4 ساعات ونص، لو بتستخدمها في العلبه بتاعتها فهي بتقعد معاك 12 ساعه. مش هنتخانق على الوقت في الكومنتات، مش هنتخانق على الوقت كل شويه. طيب السماعه دي تدعم التاتش، هي بتدعم التاتش فعلا. لو انا مجرد استخدمت سماعه حطيتها على ودني، الدبل كليك بتبوظ او بريديوز الاغنيه اللي بعديها. اللونج بريس بتكنسل. طبعا اللونج بريس دي انت مش هتدوس عليها كتير، انت هتدوس عليها كده خلاص السماعه تبدا ترد على المكالمه. دبل كليك بيكنسل. فهي بتدعم التاتش بصراحه، شويه مميزات حكايه. وفكره ان هم كاتبين عليها نويز كانسلنج واثنين مايك والفيتشرز دي و4 ساعات ونص والكيس 12 ده اعتقد يعني بيحطها في شريحه يعني ايه الشبح او الشيخ القبيله بتاع الفئه الاقتصاديه. وانا ما كنتش ناوي اديها الريت ده، بس السماعه غصب عني السبيكس بتاعتها وعن تجربتها، وانتوا زي ما سمعتوا المكالمه حاطه نفسها في البوزيشن بتاع ان انا اديها ريت 9 من 10.
طبعا يعتبر كفاءه اقتصاديه، ارشحها لك جدا بالسعر ده، لان الار 100 ما بقتش موجوده الانكر، والافضل منها البي 2 اي، والبي 2 اي تقريبا بقت نفس السعر او اغلى حوالي 100 او 200 جنيه، والشرح بتاعها هينزل. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملها لايك وشير عشان تشوف الفيديوز الجديده. باي باي.